السلام عليكم. من بعد الاستقبال الملكي اللي داروا المغرب المنتخب الوطني، وكذلك جلالة الملك اللي استقبلهم في القصر ديالو وعلق لهم الوسام، أول تصريح الوليد الركراكي كيجاوب الناس اللي كيقولوا ليه علاش كتقول ديروا النية وسير سير. تيقول وليد الركراكي منين كتخدم وكتخدم من نيتك وكتبغي صاحبك وكتبغي عائلتك، الله كيسهل لك. على هاد الشيء يمكن الكرة ضربات 4 ديال المرات في البرة ولكن ما دخلاتش. الحمد لله احنا مرضيين الوالدين. وتيقول كذلك الناخب الوطني عندنا 2 ماتشات وديين في شهر مارس غادي نلعبوهم في المغرب بجوج ان شاء الله. باش نحتفلوا مع الجماهير ديالنا غادي نختاروا نلعبوا ضد منتخبات كبيرة في هاد 2 ماتشات، هكا باش نكونوا احتفالية كبيرة. من بعد غادي نشوفوا مع الرئيس فوزي القجع إلى مدينة مغربية غادي نلعبوا فيها هاد 2 ماتشات إن شاء الله. وتيقول كذلك وليد الركراكي في كأس إفريقيا المقبل إن شاء الله على الأقل خاصنا نكونوا في دومي فينال. إلى ما وصلناش لهاد النتيجة غنمشي من المنتخب وإن شاء الله غادي توصلوها وغادي تجيبوا الكاس إن شاء الله بإذن الله. وتيقول كذلك وليد الركراكي الحلم ديالي ندير فريق كبير في أوروبا باش نبين ليهم شكون هو المدرب المغربي. من طبيعة الحال احنا كلنا مفتخرين به انه وصل منتخبنا المربع الذهبي اللي ما عمر شي فرقة اش غنقول لكم عربية وصلت ليها ما شاء الله. تقد بها ان شاء الله باذن الله. الله يوفقك والله يعاونك.